رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. أنا شوجن والنهاردة هنحضر مع بعض وصفة الرز المعمر من مطبخ آخر خبر. علشان تعملي رز معمر هتحتاجي الرز مصري مش مغسول، زيت، سمنة، مستكة، حبهان، قشطة، وطبعا حليب. واي حد قالك قبل كده انك مش هتعرفي تعملي رز معمر وانه صعب، بعد الوصفه دي هتعزميه على احلى طاجن رز معمر. اول حاجه هعملها هي اني انا هحط الرز في الطاجن، ودي بقى التركه اللي تخليه بجد رهيب، ودي حاجه صاحبتي علمتها لي، وهي اني اقلب السمنه والقشطه مع الرز قبل ما اضيف الحليب، افركهم مع بعض. الموضوع ده بيطلع الرز مليان طعم وبيبقى رهيب. هضيف القشطه والسمنه وكمان هحط لهم الملح والفلفل. هتبهري الرز عادي زي ما بتبهريه في اي طريقه. لكل كوبايه رز هتحطي معلقه صغيره ممسوحه من الملح والفلفل حسب الرغبه، ولو مش بتحبيه مش لازم تضيفيه. هقلب بقى الرز مع القشطه والسمنه لحد ما يغطي كل حبه رزايه. هضيف بقى دلوقتي شوية زيت. انا بحس انه بيفرق، بيخليه كده مفلفل ومش معجن قوي. وعايزه اقول لكم ان الرز المعمر ده يمكن من اكتر الحاجات اللي كنت خايفه منها وفاكره انها حاجه صعبه جدا، بس فعلا لما جربته اول مره وطلع مظبوط مش قادره اقول لكم سهولته عامله ازاي. دلوقتي بقى هضيف حليب. المهم ان هو يكون دافي، وهتفتكروا انه كميه الحليب كتيره بس هو بيحتاج الكميه دي لان هو هيستوي فيه كله. يعني لو لحقنا لنا اي لقطه كده. اخر حاجه بقى هضيفها هي المستكه، ودي بالنسبه لي اساسيه في الرز المعمر. وكمان بحب ان انا اضيف شويه حبهان، بس دي اختياري مش اجباري. بصراحه حلاوه الرز المعمر مش محتاجه اي حاجه جنبها، بس ممكن تاكلوا معاها لحمه محمره، كباب حله، فراخ محمره، او تحطوا الحاجه دي فيها وتستوي معاها وتبقى وجبه كامله. هقلب بقى كل حاجه كده مع بعض واتاكد انه الرز اتغطس كله في الحليب. ودلوقتي هغطيه واسويه زي الرز العادي. هدخله فرن على درجة حرارة عالية جدا لمدة 10 دقايق يغلي. هوطي النار على اخر حاجة واسيبه لحد ما يستوي، تقريبا بياخد 40 دقيقة. احب انا بقى اعمل كده حركات المطاعم، واحط عليها شوية قشطة. وانا بالنسبه لي دي احلى حاجه ممكن اكلها في رمضان وبره رمضان واي وقت. طاجن الرز المعمر ده بينزل في القلب. وبكده نكون الوصفه خلصت. جربوها هتعجبكم قوي وبألف هنا.